متابعينا الكرام، مساء الخير عليكم. يا رب تكونوا بصحة وبسلامة في الظروف الحر اللي احنا بنمر بيها كلنا دلوقتي. في لايف النهاردة حابب اتكلم معاكم في 3 موضوعات مهمة، اعتقد كلنا مهتمين ان احنا نعرف تفاصيلها. اول موضوع عايزين نتكلم فيه النهاردة هو موضوع امام عاشور. امام عاشور او صفقة امام عاشور اللي حسمها النادي الاهلي الفترة الاخيرة واعلن عنها بشكل رسمي. فيها 3 نقط عايزين نتكلم فيهم سريعا. النقطة الأولى في صفقة إمام عاشور هو جمهور نادي الزمالك اللي أصبح عامل رئيسي في الصفقة بلا داعي. أنا مش فاهم جمهور نادي الزمالك لحد دلوقتي لسه ليه مهتم بصفقة انتقال إمام عاشور للأهلي. صفقة تمت من نادي ميتلتون الدنماركي، لاعب كان عندك ورحل للاحتراف، ما تأقلمش، ما ارتاحش في الاحتراف، قرر انه يرجع مصر. حضرتك ما قدرتش ان انت ترجعه، ما عندكش سيوله ماليه، ما عندكش فلوس. قلت له انا ما اقدرش ان انا ادخل اصلا في المفاوضات لرجوعك مره اخرى. ايه الداعي؟ من فين مبادئ الاهلي؟ فين قيم الاهلي؟ انتوا ازاي تقبلوا لاعب شتم، ولاعب تجاوز، ولاعب سب رموز النادي، ولاعب ولاعب ولاعب؟ يا جمهور نادي الزمالك، ركز مع فرقتك، ركز مع ناديك. فرقتك وناديك محتاجينك. بتمر بظروف صعبة، عندك مشاكل في الصفقات الجديدة، عندك مشاكل في القيد، عندك مشاكل في سيولة مالية، عندك مشاكل كتيرة جدا جوه نادي الزمالك. اهم من ان انت تقعد تنتقد وتشتم في امام عاشور او تقلل من قيمه الصفقه اللي خلاص النادي الاهلي حسمها واصبح لاعب رسمي عنده. طيب النقطه الثانيه في امام عاشور، النقطة الثانية هي التصريحات اللي طلعت من الأستاذ محمد الضماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. أنا مش فاهم ليه الأستاذ محمد يعني يطلع بتصريحات زي دي دلوقتي. كلنا إعلاميين، صحفيين، جمهور، كنا عارفين إن كان في حالة انقسام جوه النادي الأهلي حول الصفقة، وعارفين إن في كتير من الأصوات كانت رافضة فكرة التعاقد مع إمام عاشور، ورافضين فكرة قبول الاعتذار وفكرة وجوده في النادي الأهلي من الأساس. وده مش خافي على حد، يعني عارفين إن في ناس كانت معترضة على ده. مفيش داعي إن الأستاذ محمد يطلع دلوقتي يسجل موقف على الملأ ويسجل موقف على السوشيال ميديا إن أنا ما كنتش مع صفقة إمام عاشور أو إن أنا ضد وجود إمام عاشور في النادي الأهلي. كلنا كنا فاهمين الكلام ده وعارفين إن كان في عدد من قيادات ومسؤولي النادي الأهلي رافضين فكرة التعاقد مع إمام عاشور من الأساس. أعتقد إن الأمر ده يعني هيثير بعض القلق داخل مجلس إدارة النادي الأهلي الأيام اللي جاية، ولكن أعتقد إن الكابتن محمود الخطيب قادر إن هو يحتوي الموقف زي ما احتوى مواقف سابقة من برضه الأستاذ محمد ضواطي الأهلاوي الصميم. لأنه مشكلته الأستاذ محمد إنه بيعتبر نفسه من جمهور الدرجة الثالثة، مش قادر يعني يقلع عباية الجمهور وهو راجل مسؤول جوه مجلس إدارة النادي الأهلي دلوقتي. طيب الحاجة الثالثة بقى في صفقة إمام عاشور، عنده جمهور النادي الاهلي. وايه اللي مطلوب من جمهور النادي الاهلي مع امام عاشور؟ مش مطلوب غير حاجه واحده من جمهور النادي الاهلي، وهي الدعم. دعم امام عاشور هو الحاجه اللي مطلوبه من جمهور النادي الاهلي، لانه اصبح لاعب خلاص نهائيا ورسميا ارتدى قميص النادي الاهلي. تم اعلانه بشكل رسمي، تم وجوده بشكل رسمي، حضر احتفاليه النادي الاهلي للتتويج بالدوري مع انه ما شاركش في الموسم ولا كان مصرح ليه حضور احتفاليه، عشان كده غادر قبل المراسم الرسميه لاحتفاليه التتويج. لكن الدعم الكبير اللي حصل لامام في الملعب، والدعم اللي حصل من اللعيبه، والدعم اللي حصل من مجلس الاداره لامام عاشور، اديته دفعه قويه جدا واديته ثقه كبيره جدا محتاجين ان احنا نكملها الفتره اللي جايه، عشان اللاعب لما يرجع للتدريبات يرجع في قمه تركيزه الفني والذهني. خصوصا ان الاصابه بتاعته اعتقد ان هي مش هتاخد اكتر من 3 اسابيع ان شاء الله، ويكون موجود في معسكر الاعداد اللي الاهلي او استقر عليه الجهاز الفني يكون في هولندا ان شاء الله في الشهر القادم. طيب عندنا حاجه تانية كل الناس اعتقد بتتكلم عنها الفتره دي، وهي صفقه محمد رضا بوب لاعب فيوتشر. الصفقه دي اخذت كتير جدا من اهتمام الناس الفتره اللي فاتت، وكان في كلام كتير جدا عليها. وفي النهايه النادي الاهلي ما اعلنش بشكل رسمي يا اما عن اتمام الصفقه او الانسحاب او التراجع عنها زي مشيع الايام الاخيره. كل ما في الامر ان النادي الاهلي بدا مفاوضاته مع نادي فيوتشر بارقام ماليه ضعيفه جدا. بدا ب 17 مليون و5 مليون امتيازات للنادي في حال تحقيق بطولات او مشاركات بشكل اساسي، وده العرض اللي اترفض تماما من اداره نادي فيوتشر اللي شافت ان ده اقل جدا من امكانيات اللاعب. العرض الثاني اللي قدمه النادي الاهلي في صفقه بوبو وهو 25 مليون جنيه، وده العرض اللي اترفض ايضا من نادي فيوتشر. العرض الاخير واللي احنا
متوقفين عنده حاليا في التفاوض ما بين النادي الاهلي وما بين فريق او اداره نادي فيوتشر هو 25 مليون جنيه واعاره 2 لعيبه من المقرر خروجهم للاعارات في الموسم اللي جاي. احنا عارفين ان في عدد كبير من لعيبه النادي الاهلي هيطلعوا للاعارات، ممكن يكون حد زي الضوي، ممكن يكون حد زي احمد قندوسي، ممكن يكون حد زي محمد مجدي قفشه لو قرر ان هو يخرج للاعاره الموسم اللي جاي. فاداره النادي الاهلي توقفت عند هذا العرض حتى الان بالرغم من المنافسه الشرسه اللي موجوده مع نادي الزمالك ونادي بيراميدز للفوز بالصفقه. فيوتشر بقى ردت على الثلاث انديه قالت ايه؟ قالت يا جماعه احنا اشترينا بوبو من وادي دجله ب 25 مليون جنيه والبند 40% من عائد البيع الزياده عن 25 مليون جنيه، يعني وادي دجله ليه نسبة 40% من أي مبلغ هيجي زيادة فوق ال 25 مليون جنيه، فطبيعي فريق زي فيوتشر عايز يكسب ويحقق أرباح، فعايز يبيع لاعبه بأكتر من مبلغ 25 مليون جنيه وأكتر كمان لأن نادي دجلة هياخد 40% من قيمة الفلوس الزيادة. وعشان كده كان ردهم على الثلاث أندية اللي طلبوا اللاعب هو عايزين 2 مليون دولار او ما يقارب من 80 مليون جنيه مصري، واعتقد ده اللي بيصعب فكره المفاوضات في الايام الحاليه، لكن ان شاء الله في الايام اللي جايه يكون في انفراجه في المفاوضات ويكون نادي فيوتشر قلل من مطالبه الماليه اللي يقدر النادي الاهلي يدفعها. طب النادي الاهلي بقى ليه ما زودش عروضه الماليه مع انه يمكن يكون الفتره الحاليه في حاله ازمه ماليه شويه او سيوله داخل النادي الاهلي؟ المشكله فين؟ ان النادي الاهلي بعد ما تعاقد مع امام عاشور اصبح الحاجه الملحه للتعاقد مع لاعب نص ملعب بعد رحيل حمدي فتحي ما بقتش موجوده زي الاول، لان النادي الاهلي شايف ان امام عاشور كافي ان هو يكون اضافه كبيره للفرقه ويعوض رحيل حمدي فتحي. فما اصبحش في حاجه ملحه كبيره جدا للنادي الاهلي انه يتعاقد مع لاعب وسط، خصوصا ان احتماليه رجوع كريم نيدفيد من الاعاره موجوده وعوده اكرم توفيق من الاصابه بعد تاهيله وشفائه من الرباط الصليبي. اعتقد الاهلي بقى عنده زخم كتير في وسط الملعب، يمكن ده شويه اللي مخلي النادي الاهلي مش متحمس قوي لاتمام صفقه محمد رضا بوبو بمبالغ كبيره. اخر حاجه عايزين نتكلم فيها مع بعض النهارده وهي صفقه المهاجم البرازيلي. كلنا عارفين ان كولر متمسك باتمام صفقه تشيسواردو سوزا المهاجم البرازيلي، مهاجم جيمبيك الكوري الجنوبي، واعتقد ان الايام اللي فاتت شهدت مفاوضات سريعه مع النادي الكوري الجنوبي واتفق الطرفين على كل الامور المتعلقه بالصفقه، وكنا خلاص سمعنا ان النادي الاهلي هيبعت تذاكر السفر في انتظار وصول اللاعب، وانه كان ممكن كمان يحضر احتفاليه التتويج بالدوري، ولكن في الساعات الاخيره فوجئنا بتوقف المفاوضات تماما. طيب المفاوضات توقفت ليه ما بين الاهلي والفريق الكوري؟ النادي الكوري كان وعد النادي الاهلي ان اللاعب يوصل الاسبوع دوت ويتم الاعلان عن الصفقه في حاله اتمامه التعاقد مع مهاجم جديد، ولحد دلوقتي النادي الكوري لم يتعاقد مع مهاجم جديد يعوض سوزا، علشان كده لحد دلوقتي الصفقه تعطلت. طب النادي الاهلي رد وقال ايه؟ النادي الاهلي بعت يعني تحذير اخير للفريق الكوري بيقول له لو ما تمش الرد علينا بشكل رسمي في اتمام الصفقه ديت احنا هنتوجه للتعاقد مع مهاجم اخر واعتبر باب المفاوضات مغلق نهائيا. ان شاء الله الايام اللي جايه ديت تسفر عن اتمام التفاوض مع المهاجم، وان شاء الله يكون اضافه للفريق في الموسم الجديد، وتكون ان شاء الله الموسم الجديد ده موسم افضل من اللي احنا شفناه ويكون سيد المواسم بعدد بطولات اكتر، لان النادي الاهلي داخل على مشاركات كتير جدا الموسم اللي جاي، عنده الدوري، عنده الكاس، عنده كاس السوبر المصري، كاس السوبر الافريقي، عنده دوري ابطال افريقيا، عنده البطوله الجديده دوري السوبر الافريقي، وكمان المشاركه في كاس العالم للانديه. كل التوفيق للنادي الاهلي واشوفكم في لايف جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.